تعالوا النهاردة نعمل شوية بامية بقى، مش كما قال الكتاب، لا كما قالت خالته هند. تعالوا نعملها بطريقة سهلة وبسيطة بالطشة الرهيبة دي، واللي مكلش البامية بالطشة دي مكلش بامية قبل كده. تعالوا نعملها. بصوا بسم الله ما شاء الله، محافظة على لونها، خضرة، محافظة على شكلها، حلوة، وكمان مش مسلوقة، مش هنسلقها ونضيع فوائدها. صلوا على النبي كتير. وقبل ما نبدأ الفيديو يا ريت تعملوا لي لايك وتشتركوا في القناة بتاعتي لو لسه مش مشتركين. انا اسمي خالته هند. في الاول دي معلقه من السمنه، عليها بصلايه متوسطه ومعلقه من زيت الذره، حمرتها كده لحد ما بقى لونها بدأ دخل على ذهبي. نزلت عليها بكيلو من الباميه المتقمعه المغسوله متنضفه من غير ما اسلقها خالص، باميه عاديه خضره زي ما هي. نزلت عليها بملح وفلفل وكمون وسكر، وهسيبهم وهقلبهم على بعض، وهسيبهم على النار 10 دقايق ياخدوا ويدوا مع بعض كده. وهغطيهم طبعا على نار هادية، وهسيبهم مع بعض 10 دقايق ربع ساعة لحد ما تبدأ البامية انها تدبل كده. والحركة دي هتخلي البامية محتفظة بلونها الاخضر، وكمان محتفظة بفوائدها. عمر الفوائد بتاعتها ما هتنزل، ولا هتخسروا اي فايدة من فوائد البامية اللي كلنا عارفينها طبعا في السلق والكلام ده. وطالما الخضار طازة وبتاع الموسم بتاعه، البامية يعني مش مفروض ان احنا نسلقها علشان ما ننزلش الفوائد بتاعتها. بعد ما عدى 10 دقايق او ربع ساعة كده على نار هادية والبامية متغطية طبعا، بنزل عليها بمعلقة من التوم المفروم، معلقة صغيرة، وبقلبها معاها وبسيبها شوية. بعدين بنزل بعصير الطماطم ده، نص كيلو من الطماطم مضروب ومتصفي. وطبعا معروف ان كيلو الخضار بياخد نص كيلو من الطماطم او عصير الطماطم. طبعا الطماطم دي مش محطوط عليها اي سوائل ولا مية ولا اي حاجة، دي طماطم كده صافية. حابين تضيفوا صلصة مفيش مشكلة، بس طالما احنا ربنا مدينا النعمة يعني والطماطم موجودة والحاجة موجودة، فمفيش داعي ان احنا ندخل ضرر في الاكل يعني، خلاص. فانا ما حبيتش اضيف صلصة صناعية. هسيبها بقى تتسبك مع بعضها كده 10 دقايق وتشكشك كده. وطبعا كل المراحل دي بكون مغطية البامية وبتكون النار هادية. بسيبها بقى كده مع بعضها وبظبط الملح بتاعها. وبعدين بنزل عليها بلحمة مسلوقة عادية خالص بالطريقة العادية بتاعتنا. هقلب اللحمة فيها بقى، وهسيب اللحمة معاها كمان على نار هادية، وبرضه هغطيها علشان اللحمة تشرب بقى من الصوص بتاع البامية ومن طعم البامية كده. يبدأوا يتسبكوا مع بعض. انا لغاية دلوقتي ما ضفتش ولا شوربة ولا اي حاجة، هي مجرد الطماطم بس. بعد كده ما قعدوا مع بعض 10 دقايق كمان على النار، هضيف عليهم شوية صغيرين من الشوربة، زي كوباية صغيرة كده، مش كتير، علشان الشوربة طبعا بتغير لون الخضار. بس هغطيهم بقى واسيبهم مع بعض شوية لحد ما نحضر الطشة اللي هنطش بيها البامية. صلوا على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. ودايما بقولك اللي بيطلع الاكل حلو من ايدك هو نيتك الطيبة وانت بتطبخي، وانك تطبخي بنفس سمحة وتقولي بألف هنا وشفا لكل اللي يدوق منه. خلاص. هنا كان عندي مكعب من مرق لحم البقر ده، حطيته عليه، هو كان موجود عندي يعني فقلت احطه بالمرة. هعمل لها الطشه بقى، معلقه من السمنه عليها معلقه كبيره من التوم الحلو المفروم ده، وهحمرهم مع بعض. واول ما ياخد لون اصفر كده هحط له معلقه صغيره من الكزبره الناشفه. تقليبه كمان على النار، وهروح طشه بيه الباميه. وده بقى هيخلي طعمها وريحتها في حته تانية خالص. حابين في المرحله دي بقى تدخلوه الفرن في طاجن مثلا، او زي ما هو ما كده في الفرن ياخد وش ويبقى كأنه طاجن بامية، براحتكم. بس انا اكتفيت بالمرحلة دي، وبحب انا يعني اطبخ كده الحاجة على النار بس، مش لازم تدخل الفرن يعني. ايه رأيكم في الحلاوة دي؟ جربوها بقى بالطريقة دي من غير ما تسلقوا البامية ومن غير ما تضيعوا فوائدها في السلق. انا عايزاكم تتابعوا الفيديو من اوله لاخره وتلاحظوا ان لون البامية ما اتغيرش من اول ما بدأت اطبخ. دلوقتي هوريكم ازاي البامية دايبة ومستوية، مع ان كمان هي محافظة على شكلها ومحافظة على لونها الحلو. هوريها لكم دلوقتي.
بصوا كده مجرد ما المسها بالمعلقة هلاقيها ايه دابت في المعلقة. بصوا بصوا بصوا. وفي نفس الوقت لو بصيتوا في الطبق هتلاقوا البامية سليمة وحلوة ومحافظة على شكلها ولونها. جربوها بالطريقة دي وبألف هنا وشفا عليكم يا رب.